طبعا مش هتصدقوا لو قلتلكوا ان شنطة النهاردة اتعملت بأقل من ربع كيلو خالص. بجد والله أقل من ربع كيلو. كل اللي محتاجينه هي خامات قليلة جدا هنطلع منها شنطة تحفة. شوفوها معايا. أول حاجة أنا عندي هنا الخرز ده خرز 10، مقاس 10. اسمه خرز محقون، بس ده خرز سداسي مش لولي. تمام. عندي برضو دوت فيه ربع كيلو. هعمل منه ستايل شنطة تانية، بس زي ما قلنا احنا النهارده بقى ايه نعمل سلسلة اول حاجة هضيف 6 خرزات. 1 2 3 4 5 6. تمام. واقوم جايه مسويه الخيط. لازم اسوي الخيط اهو، اسوي الخيط يكون قد بعضه. تمام. وفي اي طرف من الخرز هرجع بطرف الخيط تاني عشان اعمل الحلقه بتاعتي اهو. عملت هنا الحلقه اهي، اقوم جايه معديه الطرف التاني اعديه في قلب الحلقه دي. تمام كده، وضحت كده اهي. وابدا ان انا اشد الخيط. هشد الخيط لحد العقده ما تعدي في قلب الخرز. تمام كده اهو. عندي هنا انا عملت 6 حلقات، قصدي 6 خرزات. كل خرزه من دي هطلع بيها حلقه سداسيه. يعني اخد طرف الخيط ده اي طرف منهم اهو. مصممه تشتغل بالشمال ماشي. وعندي هنا خرزه هبدا ان انا ازود 5 خرزات عشان انا هشتغل غرز سداسيه. خرزه اهي وازود 5 هيبقوا 6. احط الخمسه في الطرف واحد مره واحده. 1 2 3 4 5. وفي الخرزه الاخيره ارجع بطرف الخيط تاني عشان اعمل الحلقه بتاعتي. تمام اهي. عملت الحلقه، اعدي طرف الخيط في قلب الحلقه واسحب طرف الخيط اهو. ما لفش الخيط على ايدي كتير عشان ما يعملش حلقات وتزهقني في الشغل. واسحب الخيط لحد العقده ما تعدي في قلب الخرزه. تمام. الخيط اللي جنب الخرز اعديه من خرزه واحده، هعديه من خرزه واحده اهي. عديته من خرزه، يبقى انا كده عندي كام خرزه على الخيط؟ 1 2. انا عديته من خرزه، واصلا الخيط كان موجود في خرزه. عندي 2، يبقى هحتاج على الغرزه السداسيه كام خرزه؟ 4 خرزات. تمام. 4 خرزات هحطهم في الطرف التاني اللي انا ما عدتش منه الخيط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4. واقوم جايه عامله الحلقه بتاعتي في الخرزه الاخيره. ارجع بطرف الخيط واسحب طرف الخيط التاني اهو، واشد الخيط. طرف الخيط اللي جنب الخرزه اعديه من خرزه واحده اهو. عديته من الخرزه كده، عندي خرزتين 2. هبدا ازود 4 خرزات. تمام. في الطرف التاني 1 2 3 4. وارجع اعمل الحلقه. تمام. واسحب طرف الخيط. اعدي الخيط الخرزه دي وابدا ازود 4 خرزات. 1
2 3 4 وارجع اسحب، اعدي طرف الخيط التاني اهو، خرزة واحدة بس. الطرف التاني اللي هو جاي من بره ده هزود فيه 4 خرزات. 1 وارجع اعمل الحلقة، اسحب طرف الخيط التاني. تمام كده. بس بقى الخرزة الأخيرة دي الخرزة الأخيرة. تمام، هعدي الخيط منها. تمام كده، الخرزة الأخيرة، واقوم جايبة عدي الخيط من الخرزة دي اللي جنبها دي على طول، اللي جايه بشكل رأسي اهي. ليه؟ عشان انا هقفل بقى كده خلاص اخر حلقة اهي. اصبح الخيط عندي كده في كام حلقة؟ 1 2 3 اهي، 1 2 3. في اي طرف هزود المرة دي 3 خرزات بس. اخر حلقة دي هزود فيها 3 خرزات بس، ان الخيط معدي من 3 خرزات. قصدي الخيط عدى من حلقة من خرزتين. ادي 1 2 3، واعمل الحلقة بتاعتي، اسحب طرف الخيط. تمام كده. ادي اول، تمام. هنا طالع من خرزة، بصوا بقى ركزوا معايا. الخيط طالع من الخرزة دي، تمام. في هنا خرزة وتحتيها خرزة، يعني في هنا خرزة، خرزتين اهو، والخرزتين دول ممسوكين او مسنودين بخرزة تحت. تمام كده، اللي هي حرف الفي، او الخرزتين اللي تحتهم خرزة. اما انا معديه الخيط من الخرزة دي اهي كده. الخيط عندي في كام؟ في خرزتين. طيب السطر ده اول حاجه، بص، اول حاجه انا السطر الاولاني كان مكون من حلقه واحده وغرزه سداسيه، تمام. السطر الثاني مكون من 6 حلقات، كل حلقه فيهم غرزه سداسيه. اما السطر الثالث فهيبقى سداسي خماسي، سداسي خماسي. امتى ابدا بالسداسي؟ الخيط طالع من الخرزه دي وجنبها خرزه وتحتها خرزه اللي هو حرف الفي، اعدي الخيط من الخرزه اللي جنبها. انا كده عديت الخيط من خرزتين، يبقى انا هنا هشتغل سداسي. تمام، الخيط من خرزتين وهشتغل سداسي، يبقى انا هحط كام خرزه؟ 4 خرزات. 1 2 3 4، واعدي الخرزه الاخيره واسحب الخيط واخد الطرف التاني. اظن شغل العقده احنا خلاص حفظناه. تمام، اهم حاجه ان انا اشد الخيط عشان العقده تعدي في قلب الخرزه. تمام، انا اشتغلت واحده سداسي، يبقى اللي جنبها ايه؟ خماسي. خماسي يبقى هعدي من خرزه واحده بس اهي. من خرزه ايه؟ من خرزه واحده بس. وانا كده عندي خرزتين، يبقى هزود 3. هزود كام خرزه؟ 3 خرزات، وهشتغل دي حلقه خماسي اهي. 1 2 3 وارجع. هنا سداسي، هنا خماسي، اللي جنبها يبقى كام؟ سداسي. وهنبص هنلاقيها خرزتين وتحتهم خرزه، خرزتين وتحتهم خرزه. هعدي من الخرزتين. انا في الخماسي بعدي خرزه واحده، اما السداسي فبعدي خرزتين اللي تحتيهم خرزه مسنودين بخرزه تحت او حرف الفي. ادي الخرزه دي والخرزه اللي جنبها.
عندي كم خرزة على السطر؟ 3. 1 2 3. يبقى هزود كام؟ هزود 3 عشان دي انا هشتغلها سداسي. 1 2 3 وارجع اسحب الخيط واشد ايه طرف الخيط التاني عشان تمام. سداسي يبقى جنبها كام؟ خماسي. هعدي الخيط من خرزة واحدة اهو وازود 3 خرزات. انا في السطر ده كل مرة بزود 3 خرزات. 1 2 3 واعمل العقدة بتاعتي اسحب طرف الخيط. خماسي يبقى اللي بعدها ايه؟ برافو، سداسي. السداسي يعني هعدي من كام خرزة؟ من خرزتين. شطار انتوا كده مصحصحين معايا. هاتي 1. لا المتابعين اللي بيتابعونا. 2. هعدي من 2 وازود 3. 1 2 3 وارجع اعمل الحلقة بتاعتي واسحب طرف الخيط. سحبت طرف الخيط اعدي الخيط من خرزة واحدة قلنا دي سداسي. اعدي من خرزة واحدة بعد السداسي على طول خماسي. طالما عديت من خرزة فكده هشتغل غرزة خماسية. اظن كده وضحت. يبقى انا بشتغل كده حلقة خماسي وحلقة سداسي، حلقة خماسي وحلقة سداسي. ببدأ بالاول بالسداسي. تمام. طب ليه هنا انا بعمل خماسي؟ عشان اخد شكل الدوران. بصي هنا دي تحسها شكل سداسي. لو انت عايزه تعملي الشنطه شكل سداسي بتتنيكي شغاله على الشغل ده. اما انا هنا عايزه اعملها مدوره دائريه، فلازم اخد غرزه خماسي عشان الخماسي هو دايما اللي بياخد لي الكيرف بتاع اي دايره. تمام. هنا بقى هعدي من خرزتين اللي تحتهم خرزه وهزود 3 خرزات. 1 انا
في الخماسي بعدي من خرزه واحده، صح كده؟ اللي هي دي اهي، تمام كده. طيب انا هنا بقفل السطر، بيبقى انا لازم هاخد الخرزه اللي جنبها دي، ودي غرزه خماسيه هزود لها 2 بس. ليه 2؟ عشان انا عندي هنا 3 خرزات على الخيط، هزود 2 بس. اخر حلقه دي هزود لها 2، يبقى انا اول حلقه بزود لها 4 خرزات، وبعد كده السطر كله بزود 3 ما عدا الاخيره. الاخيره بزود فيها خرزتين بس. واحد. انا هنا خلصت السطر الثالث اللي هو عبارة عن غرز خماسي وسداسي. ابدأ السطر الرابع بغرز رباعية. من عندي طرف الخيط طالع من خرزة، في اي طرف من الاطراف اضيف فيه 3 خرزات، تمام. وفي الخرزة الثالثة بعمل العقدة بتاعتي واسحب طرف الخيط التاني. السطر الرابع ده هيكون عبارة عن غرز رباعية، تمام. عملت اول حلقة. الحلقة التانية هعدي طرف الخيط اللي جنب الخرز من خرزة، وفي الطرف اللي جاي من بره ازود فيه خرزتين، وهعمل السطر كله بنفس الطريقة. اعدي الخيط من خرزة والطرف التاني اضيف فيه خرزتين 2، تمام. والسطر الرابع معانا يعتبر شغل سهل جدا، لان هو عبارة عن غرز رباعية. يمكن الفيديو يكون بسيط، بس مش لازم دايما نعمل حاجة كبيرة، كفاية انك تسيبي اثر حلو حتى لو كان بسيط. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. فيا رب يتقبل مننا وتستفادوا من الفيديو. احنا هنا عملنا الدايرة. الصف الرابع، الصف الاول عبارة عن حلقة واحدة بغرزة سداسية، الصف الثاني 6 حلقات بغرز سداسية، اما الصف الثالث فغرزة سداسي وغرزة خماسي، او حلقة سداسي وحلقة خماسي. الصف الرابع غرز رباعية، تمام. الصف الخامس بقى هعمل برضو حلقات رباعية، بس في حلقة في خرزة هزود فيها حلقتين، حلقة او حلقة طايرة يعني، تمام. اهو هبدأ عادي زي ما انا ببدأ، غرز رباعي برضو. عندي الخيط معدي من خرزة، هزود 3 خرزات، 1 2 3. السطر ده انا هعمله رباعي برضو، تمام، عشان ده هيبقى اخر سطر اصلا. اهي. وبعد كده اعدي الخيط من خرزة وازود خرزتين، وازود خرزتين برضو. انا عملت السطر ده رباعي ليه؟ لان دي هتبقى اخر سطر. الشنطة انا مش عايزاها كبيرة قوي، تمام. لو شنطة طفلة صغننة يبقى هكتفي بالسطر الرابع ده كده بس، تمام. كبيرة شوية 6 سنين ولا حاجة، هكبرها شوية، فهزود لها سطر، تمام. هيبقى رباعي. وبرضو اهو جايه مزوده حلقات كده ما بين كل حلقه وحلقه. هزود كام حلقه؟ هزود 5 حلقات.
تمام اهي. هبدأ هنا هزود هنا حلقة. طيب هزودها ازاي؟ هضيف هنا في الطرف اللي انا كنت بعديه في الخرزة هزود له خرزة، والطرف التاني هزود فيه خرزتين. يبقى ادي اول حلقة طايرة انا مزوداها. تمام. وارجع واسحب طرف الخيط. بصوا بقى، واخلي الحلقة دي تعدي في قلب الايه اهي. هي طايرة اهي، بس عشان اثبتها هنا اقوم جاية الخيط ده معدياه من الخرزة دي اهو. واعدي الخرزة دي اللي انا زودتها احاول ان انا ايه اهي كده. عندي هنا خرزتين، ازود خرزتين، واحد اتنين، وارجع بصوا الحلقة انا زودتها مش باينة خالص اهي. وارجع اديني بقى ايه اعدي الخيط ده من الخرزة دي اهو. ازود في الطرف التاني خرزتين. اشتغل بقى عادي ان انا اعدي الخيط من الخرزة وازود في الطرف التاني خرزتين. ابدا ازود خرزه بقى كمان. هزود هنا حلقه طايره. حسيت المسافه هنا بصوا بقت واسعه شويه، فهزود حلقه طايره. ازودها ازاي؟ الطرف اللي انا كنت بعديه في الخرزه مش هعديه، واقوم جايه مزوده فيه خرزه. تمام. والطرف التاني هزود فيه خرزتين اتنين اهو. واعمل الحلقه بتاعتي اهي، واسحب طرف الخيط التاني. اقوم جايه معدي الخرزه دي، اقوم جايه معديها كده. بس قبل ما اعديها الخرزه اللي انا مش اللي انا المفروض اعدي فيها الخيط دي هعدي بقى فيها الخيط. تمام اهي، عشان اثبت الخرزه الطايره في قلب الحلقه اهي. بصوا اهي ثبت. عندي هنا خرزتين، هزود خرزتين. ابدا اعدي الخيط في الخرزه دي. الطرف اللي بره ازود فيه خرزتين اتنين.
السطر ده عشان اكبر بيه الشنطه شويه، تنفع لبنوته عندها 6 سنين كده ولا حاجه. وفي نفس الوقت استغليت باقي الخرز اللي موجود. كده انا زودت حلقتين. انا المفروض ازود 5 حلقات. تمام. ازود هنا بقى حلقه اهي. بزود الحلقه امتى؟ لما الاقي المسافه وسعت كده ما بين الخرزه والخرزه. تمام. اقوم جايه مزوده حلقه طايره، ودي كده التالت حلقه. وعشان اثبتها زي ما قلت لكم احط الخيط في الخرزه اللي اهو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لو انت هتعملي الشنطه دي كبيره اكبر من كده يعني الانسات بقى والكلام من ده، فانت بعد السطر الرابع، السطر اللي المفروض انا بعمله الرابع ده، المفروض انت هتعمليه سطر خماسي. تمام. وبعد كده رباعي. تمام كده. هنا هزود الحلقه الطايره اللي انا بزودها طرفين الخرز ده، هضيف قصدي الخيط ده هضيف فيه خرزه، اما الطرف التاني هضيف فيه خرزتين اتنين، وارجع واعمل العقده بتاعتي. قبل ما اسكن الحلقه دي او الخرزه دي في الجزء الفارغ ده، لازم اعدي الاول الخيط عشان ما يزهقنيش بعد كده اهي. وابدا ان انا اثبت الحلقه كده، الخرزه قصدي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بصوا بقى، لما تكونوا شغالين وفي طرف من الخيط اكبر من طرف اهو، الطرف ده قصر اهو، الطرف ده بقى طويل، اعمل ايه وانا محتاجه عايزه الطرف الكبير ده يكون اللي انا بعمل فيه العقده؟ اعمل ايه ساعتها؟ اقوم جايه عامله الخيط رايح جاي كده اهو، ما اعملش العقده في دي، اعملها رايح جاي. ساعتها ابقى انا كده بنقل الطرف الكبير اهو بره. تمام. ده في امتى بقى؟ ده لما تكون الخيط جاي طرف كبير وطرف صغير. تمام كده. المفروض هنا انا هزود بقى ايه؟ خرزه، حلقه قصدي، ودي اخر حلقه هزودها. هزودها هنا اهي.
تمام. دي اخر حلقة اهي بقى، اعدي الخيط من الخرزة دي واعدي من الخرزة دي كمان، عشان دي اخر سطر. قبل ما اعدي من هنا انا عايزة اقفل لتحت كده، ازود خرزة اول هنا وهقفل الخيط لتحت علشان انهي الخيط يعني. ودي اخر حلقة تمام كده اهي. هعمل بقى عقدة للخيط اعديه كده تمام. يبقى في الشنطة دي اتعلمنا كام غرزة؟ اتعلمنا الغرزة السداسية والغرزة الرباعية، احنا عارفينها ده عادي يعني. اتعلمنا الغرزة السداسية والغرزة الخماسية وكمان الغرزة السداسية الرباعية اهي. وكمان عرفنا ازاي بنعمل غرزة طايرة، وازاي بننهي الخيط، وازاي لو طرف الخيط في طرف كبير وفي طرف قصير ازاي بنفادي بنحل المشكلة دي اهي. انا عملت الدايرة اهي، تعتبر معيش دايرة يعني. تمام، بيبقوا دايرتين. وطبعا انا هنا عملت الجنب، واحنا عارفين ازاي بنعمل الجنب من الشنطة اللي قبل كده. بنعمل غرزة رباعية كلها كده رباعية لحد الجزء اللي احنا عايزينه. احنا هنا هنسيب 1 2 3 4 5 6 7 8 8 حلقات مش هنشتغل فيهم، عشان الجزء ده اللي هو الجزء المفتوح بتاع الشنطة. تمام، وهنشتغل في الباقي كله غرز رباعية. خلاص كده اشتغلت غرزة رباعية، اشتغلت سطرين. السطر التالت اهو، الطرف اللي جاي لي من بره ده هزود فيه خرز. تمام اهو. والحلقة دي اللي انا هبدأ اقفل من عندها اهي، اعدي الخيط في خرزة واحدة. تمام، يبقى انا هنا زودت خرزة، عديت الخيط في الخرزة اللي قصادها، وبعد كده اجيب خرزة تانية اللي انا هعمل فيها العقدة وهبدأ اقفل اهي، اعدي طرف الخيط. تمام كده. تاني الطرف ده هعديه من خرزة واحدة، الطرف التاني هعديه من خرزة واحدة، وهبدأ ازود خرزة واحدة بس. ده كده بالنسبة لتقفيل الجنب. اهو نفس الطريقة، اعدي طرف الخيط من خرزة اهو، والطرف التاني هعديه من خرزة، وابدأ ان انا ازود خرزة واحدة تمام كده. هكمل نفس الطريقة دي كلته لحد ما اوصل لاخر خرزة هنا عشان ما اطولش عليكم. ودي بنفس الطريقة، الجزء ده كله هيتكمل بنفس الطريقة. الطرف ده هعديه في الخرزة، والطرف ده هعديه في الخرزة، واعمل العقدة وازود خرزة اعمل فيها العقدة بس كده. وبكده هبقى قفلت الجنب. هقفله وارجع لكم تاني. تمام، انا هنا كده خلصت جنب الشنطة اهو اهو. تمام، ابدأ بقى ان انا ايه اركب اللوجو. فرشة الفراشة اهي، اركب الحلقات بتاعتي، حلقة الناحية التانية اهو.
ممكن تبقى البيتانة سمراء او اوف وايت او اي لون على حسب اللبس اللي انت هتلبسيه. تمام. وده يعتبر الشكل النهائي. شايفين الجمال؟ ودي تعتبر الشنطة اتعملت من ربع كيلو خرز واقل كمان والله من ربع كيلو. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدت ياريت ما تنسينيش في دعوة حلوة منك، وشكرا للمتابعة.